هتطلع معاكي إن شاء الله حاجة كده تحفة خيالية، فطائر قطنية بمعنى قطنية، حاجة كده في منتهى الجمال. بسم الله بديت وعلى النبي محمد صليت عليه أفضل الصلاة والسلام. تعالي النهاردة نعمل مع بعض أحلى فطاير قطنية مش هتنسيها بعد الفيديو ده، هتكرريها مرة واتنين وتلاتة وهتبقي مغرمة بيها زي ما أنا مغرمة بيها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. حاجة كده رهيبة جدا، مناسبة للفطار للعشاء، لو عندك ضيوف، حاجة كده للضيافة سريعة وسهلة جدا. يلا نتابع الفيديو مع بعض، ما تنسيش لايك وكومنت واشتراك في القناة ان شاء الله. ويلا تعالي نجهز البولة اللي احنا هنعمل فيها العجينة بتاعتنا. البولة دي هنعمل فيها كل حاجة، يعني الموضوع سهل وبسيط جدا. اول حاجة هبتدي انا احط فيها الخميرة، هحط معايا نص معلقة كبيرة من الخميرة، يعني نص الباكت اللي انت شايفاه ده. وبعد كده هضيف عليها معلقة كبيرة من السكر، وبعد كده هضيف مية فترة زي ما بقول كده زي دمعة العين، يعني حاجة تبقى دافية، حاجة بسيطة مجرد ان هي تنشط لي الخميرة بس. وطبعا اقلب المكونات كلها كويس جدا عشان السكر يبتدي يدوب معايا ويختلط كمان معايا بالخميرة بالمية كله مع بعض. هغطيها بقى واسيبها جنب، ما بتاخدش دقيقتين على بعضها، هتلاقيها ما شاء الله ترتفع معاكي. عموما هنسيبها كده جانبا لحد لما ناخد قطعتين الفلفل الجمال دول، فلفل الوان، هاخد نص من دي كده زي ما انتم ما شايفين، وكمان هاخد نص من التانية، انا مش هاخد الفلفلاية كاملة. خلاص، هبدأ ان انا انضف الفلفل بتاعي بالشكل ده، وبعد كده هبتدي ان انا اقطعه قطع صغيرة جدا. وكده خلاص خلصنا الفلفل بتاعنا، هنشيل دول بقى، واخد الفلفل اللي احنا قطعناه قطع صغيرة اضيفه في طبق عندي، وهقول لكم هنعمل بيه ايه. حاجة كده هتعجبكم جدا ان شاء الله. تعالوا بقى نشوف الخميرة بتاعتنا ونطمن عليها. بصوا، هشيل بقى الغطا بتاعها واشوف كده الخميرة ما شاء الله اتفعلت معايا، عملت معايا زي فقاعات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده، اطمنا خلاص على الخميرة وطلعت ان هي نشطة. لو في الوقت ده مش نشطة تقدري تغيريها على طول فورا قبل ما تضيف المكونات. يلا بقى نضيف معانا 4 كوبايات من الدقيق، بس طبعا هضيفها تدريجي، انا ضفت الاول اول كوبايتين، وبعد كده هبتدي اقلب كويس بالشكل ده. طبعا هي مسكت معايا شوية، هبتدي بقى ان انا اضيف حبة مية بالتدريج برضو مش كلها، وبعد كده هبدأ أقلب. وزي ما قلنا قبل كده واتفقنا إن كل دقيق بيختلف عن التاني، في دقيق بياخد سوائل أكتر وفي دقيق بياخد سوائل أقل. تمام، ضفت بقى خلاص الكوبايتين الدقيق اللي هما الاخرانيين، وهبدا اقلب بالشكل ده واعجن كويس جدا. الموضوع ما بياخدش عجن كتير، يعني بصوا كده زي ما احتاجت كده معايا حبه ميه بسيطه اضيف حبه ميه بسيطه، بلاش اضيف الميه كتير. وكده خلاص انا خلصت مرحله العجن، هبتدي اضيف الفلفل القطع الصغيره اللي احنا قطعناها مع بعض. بصوا بقى دي بتدي كده قيمه غذائيه عاليه جدا، وكمان شكلها في الفطاير بتبقى جميل قوي، تناسق الالوان كلها مع بعض. بعد كده هضيف معايا نص معلقة كبيرة من الزبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ. هبتدي ان انا اعجنها كلها فيها. ليه بقى؟ قطعة الزبدة دي بتدي طراوة حلوة جدا للعجينة، وبتساعدها ان هي تبقى طرية اكتر وناعمة. خلاص كده، اما كده خلاص خلصنا العجينة بتاعتنا. يلا نشوف بقى نعمل ايه. بصوا انا هشتغل فيها على طول، انا مش هسيبها تتخمر معايا. بصوا كده هرش رشة من الدقيق، حاجة بسيطة كده علشان هي العجينة طرية جدا، خدوا بالكم. بصوا كده نزلتها على الدقيق بتاعنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام، هبدأ بقى ان انا احاول احط عليها الدقيق كده عشان هي بتلزق شوية، عشان اعرف ان انا اقطعها، وابتدي ان انا اقطعها بالشكل ده. خلاص، هاخد بقى الكرات كده كلها تبقى تقريبا حجم واحد او قد بعض. كل كورة اقفلها كويس جدا واضيفها جانبا على الدقيق زي ما انا قلت لكم كده بالظبط. بصوا كده ضفتها على رشة من الدقيق عشان ما تلزقش معايا، واخلي في مسافة بينها وبين التانية. تمام، كده خلاص احنا خلصنا الكرات كلها وحجم متساوي زي ما انتم شايفين كده. هجيب صينية عندي وادهنها حاجة بسيطة جدا من الزيت. بعد كده هبدأ بقى ان انا اخد رشة كده من الدقيق على البلانشة بتاعتي، حاجة بسيطة قوي زي ما قلنا ما نكترش كتير. انا بس كل الحكاية ان انا بمنع ان هي تلزق معايا. خلاص، هبدأ افردها كده بصوابعي بالشكل ده، وامشي بيها مستديرة، احاول ان انا اخليها مستديرة. تمام، انا عايزه اخلي السمك بتاعها يكون متوسط، انا مش عايزه ارفعها، فاهمين؟ هبدا باخد معايا اي نوع جبنه عندك، جبنه فلاح اللي هي العاديه، عايزه تضيفي جبنه شيدر اللي تحبيه.
تمام. وبعد كده هبدأ اخد البيض، خليط البيض، وهبدأ ان انا اضيف على الاطراف كده عشان تلزق معايا، علشان طبعا لما تيجي تدخل الفرن في اثناء الارتفاع بتاعها ما تفصلش معايا. انا مش عايزه هنا اضيف ميه، الميه مش هتخليها تلزق كويس، البيض افضل بكتير. وكمان بقيه البيضه دي هي اللي انا هستخدمها في سطح الفطاير بتاعتي، يعني الموضوع هي نفس البيضه هستغلها كلها ان شاء الله. يلا هبدأ إن أنا أكرر تاني نفس العملية. هبتدي إن أنا أفرد الفطيرة بتاعتي وأحط من جواها الجبنة بالشكل اللي شايفينه ده، ما بحطش جبنة كتير، حاجات بسيطة جدا. وبعد كده أقفل الأطراف بتاعتها بخليط البيض اللي احنا شفناه ده. تمام، أكرر كده لحد ما أخلص الكمية كلها. أنا ما بدوس على الأطراف، ما تدوسيش خالص، أنا عايزاها تبقى عليها حاجة بسيطة قوي، يعني ما دوست عليها أبدا، علشان أنا مش عايزة أقفل الأطراف قوي، بقى شكلها مش حلو. بصوا مجرد بتني بس الفطائر مش أكتر. بصوا كده انا خلصت الكميه زي ما انتم شايفين كده، وكمان فضلوا اتنين حطيتهم في صينيه صغيره. وفي الوقت ده انا هبتدي اشغل الفرن بتاعتي 180 درجه، وطبعا اجهز الشبكه بتاعتي في الرف الوسط. خلاص. بصوا بقى ده اللي اتفضل من البيض بتاعي، هبتدي ان انا احط عليه معلقه من الحليب واقلبه مع بعضه كويس كده. تمام. وبعد كده هجيب في البوله بتاعتي دي هضيف معايا معلقتين صغيرين من السمسم، وبعد كده هضيف معايا معلقه صغيره من حبه البركه، هقلبهم مع بعض بالشكل ده، بتدي طعم جميل جدا. وبعد كده هضيف معايا رشة من الملح عليهم. تمام. وأقلب بقى المكونات كلها مع بعض بالشكل ده، ويلا نبدأ بقى نخلص الفطاير بتاعتنا. هدهن السطح بتاعها بصفار البيض اللي احنا كنا شايلينه وحاطين عليه معلقة من الحليب. هبتدي ان انا ادهن السطح بتاعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا شايفين كده او واخدين بالكم من قطع الفلفل اللي هي ظاهرة مع الفطاير بتاعتي؟ شكلها جميل جدا وبتدي طعم حلو جدا معاها، جربوها ان شاء الله هتعجبكم الفطاير دي. وبصوا لا خمرنا ولا عملنا اي حاجة، الموضوع سهل وبسيط جدا وسريع، وكله عملناه في بولة واحدة. بصوا كده رشيت كمان حبة البركة والسمسم زي ما قلت لكم عليها كلها على السطح بتاعها. ويلا بقى ناخد الفطاير الجميلة الحلوة دي واضيفها في الفرن زي ما قلنا 180 درجة الرف الوسط. وزي ما قلت لكم مسبقا انا ما سبتهاش تتخمر معايا خالص، الموضوع كله سريع سريع زي ما انتم شايفين بالمنظر ده وتابعين معايا الفيديو. بصوا كده انا خلاص حطيتها في الفرن بالشكل ده، هسيبها لحد لما تستوي خالص واللون بتاعها يحمر من فوق. لو ما احمرتش معايا هشغل عليها الشوايه لحد ما تاخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وما شاء الله اللهم بارك، حاجه طالعه في منتهى الجمال. بصراحه انا عن نفسي سعيده جدا بالنتيجه اللي هي طلعت دي، حاجه كده في منتهى الجمال. والفلفل الالوان اللي احنا ضفناه عليها بصراحه مديها تيست عالي جدا. جربوها وان شاء الله هتعجبكم، لازم تجربوها يا جماعه، والله يفاتكم كتير قوي لو ما جربتوش طريقة الفطاير دي، حاجة كده في منتهى الجمال. بص كده، بصي هشة قوي ازاي وقطنية ازاي بالمنظر ده، مع الرغم ان احنا ما سيبناهاش تتخمر ولا سيبناها كتير ولا اي حاجة. الموضوع والله سريع جدا جدا وبسيط قوي قوي زي ما بقول لكم كده. بصوا الجمال والطعامة. طب يلا كده نفتحها. بصوا كده شكلها عامل ازاي، هشة جدا 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 زي ما انتم شايفين كده، وبنفس المكونات اللي احنا حاطينها كلها حاجات بسيطة وسهلة جدا في البيت. 4 كوبايات دقيق هتعملي أحلى فطاير في الدنيا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. والفلفل اللي احنا خدنا نص فلفلاية والنص التاني، يعني كلهم على بعض فلفلاية كاملة يعتبروا. بصوا بقى بتطلع في منتهى الجمال. وما استهلكتش عندي جبنة كتير ولا أي حاجة، كلها حاجات بسيطة جدا، لأن هي باختصار طعمتها كلها إن أنا أقلل الجبنة فيها. ده السر كله اللي بيخليها تطلع طعمها جميل جدا، لان في الوقت طبعا بيظهر طعم الفلفل، وانتوا عارفين الفلفل الالوان ده بيبقى طعمه كده محلون شويه، فبيدي طعم جميل قوي. اتمنى تجربوها وهتعجبكم ان شاء الله.